البنات اليوم جبت لكم اون استيس اللي غادي تعاونكم بزاف بعد لا ديكولوراسيون تاع الشعر او عملية سحب اللون للي حابين يديروا لي زيكسترا بلون ولا لي بلون عامه. بون، كما نعرفوا كاملين ان عمليه سحب اللون راح من جراء هذه العمليه يتضرر الشعر وينشف، ويعني لازم له معالجه بيان سور بعد عمليه سحب اللون. وسا ديبون من الشعر لخوه، يعني على حساب النوعيه تاع الشعر. الا كان ديجا متضرر درتو له سحب اللون ايوا كارثه، ولا كان طبيعي يعني وجام يخربوا فيه تاني راح ينشف شويه. دونك راح نعطيكم اليوم، جبت لكم اون استيز شابه فعاله وسهله وما تستقاملكمش بزاف. يعني هذا ها وين خل التفاح، هاي وين هاد القرعه دير برك 20 ميل، ها برك 20 ميل. شديروا لها بعد عمليه سحب اللون بيان سور تروحوا تشلوا لها هذاك البرودوي ديكولورون في لافتيت. راهي عاده شعرها في اللافتيت تكبوا عليها الخل في الشعر، سورتو في الاطراف وين كاين هذاك وين الشعر ينشف، وين يولي الاستيكيتو، ماشي في لاغاسين لا. ديروا الخل في الشعر وين كاين الشعر، الاطراف في الاطراف وين كاين هذاك الشعر اللي ينشف وكطريه، يعني ينشف الشعر في الاطراف. دونك نتوما تغسلوا لها هذاك برودوي ديكولورو ومن بعد تشلوا لها شعرها بالهذا الخل وتخلوه لها كي نقولوا حنايا واحد 10 مينوت، ربع ساعه حتى ل 20 مينوت تخلوه في شعرها ومن بعد تشلوا لها فوالا. هذه هي دونك هذه استيس مليحه. انا شخصيا كنت نخدم بها تري بيان ونعالج به الشعر المتقصف. بيان سور ما غاديش يجي في بلاصه المعالجات البارده او بدون حراره بيان سور، لكن عنده فاعليه يعني شابه ويعطي للشعر ينحي شويه بورسونتاج تاع الضرر ويعطيه لمعان، سورتو لا كان الشعر كي نقولوا لا بروميير فوا دو تون ديكولوراسيون راح يعالجه تقريبا 100%. لكن هذاك الشعر اللي ديجا متضرر ودرتو له ديكولوراسيون راح يعالجه، ماشي ما راحش يعالج، لكن نقولوا 50% يعني ماشي 100%. فوالا، نتمنى هاد لاستيوس فاتتكم والى الملتقى وفيديوهات جدد ان شاء الله وديزاستيوس جدد ان شاء الله. و فوالا، نهاركم مبروك البنات. و فوالا.